طيب تعالوا النهارده نتكلم عن الايفون 13 برو. هل يستاهل ان انت تشتري التليفون ده بعد 3 سنين من طلوعه؟ التليفون ده سعره مستعمل دلوقتي يمكن نص سعر او تلت سعر الايفون الجديد اللي هو 16 برو. وانا شايف ان ده سعر كويس جدا بالنسبه للامكانيات اللي متوفره في التليفون ده. التليفون ده بقى له معايا 3 سنين، ويعني انا بصور بيه وبمنتج وبعمل كل حاجه، والباتري برسنتج نزلت ل 78% بس. فشيء مش وحش لتليفون بقى له 3 سنين. وممكن كمان اجدد البطارية وهيقعد معايا مرتاح سنة او اتنين. زائد ان الايفون ده هيوصل له اي او اس ابديتس احتمال للاي او اس 20 او 21، فهيقعد معاك فترة حلوة. غير كده الايفون ده فيه البرو موشن ديسبلاي ال 120 زي الفل. السطوع مش وحش. الكاميرا بتصور 4K 60 فريمز وفي اتش دي ار، وفي كمان برو ريس 1080 لحد 30 فريم في الثانية، وبيصور كمان رو. فالتليفون ده مش وحش للكونتنت كريتورز المبتدئين، للسوشيال ميديا وتيك توك انستجرام ريلز. طبعا لو عايز بقى كواليتي اعلى وتصور دي لوج، يبقى هو الايفون 15 برو هيبقى افضل ليك. لكن عامة مفيش فرق كبير السنين الأخيرة ما بين الأيفون 14 ل 15 وال 16. يعني أنا عن نفسي ما عملتش أبجريد لمدة 3 سنين، واحتمال السنة دي ما عملش أبجريد ل 16 برو، بس هشتريه عشان أقارن وأفرجكم على التليفون ونعمل مقارنة كده، ويعني نعمل إيه ريفيو حلو كده على القناة. فهي الفكرة في أبل إن التليفونات بقت كويسة لدرجة إن مفيش أبجريدز كتيرة كل سنة. فلو انت كونتنت كريتور لسه مبتدئ، التليفون ده جميل جدا، ممكن تشتري له بطاريه جديده وهيقعد معاك على الاقل 3 سنين مرتاح. ولحد دلوقتي ما بيهنكش معايا، انا بمنتج عليه على كاب كات ويمكن اسرع من الويندوز لابتوب اللي معايا. الحاجه اللي انت هتفتقدها طبعا في التليفون هي الدايناميك ايلاند، اللي انا بصراحه مش شايفها حاجه مميزه قوي او فيتشر انا عايزه. تاني حاجة طبعا الاكشن بutton. عندك في الايفون 16 برو الكاميرا button، اللي انا بصراحة شاكك ان هو يوسفول قوي، يعني مش حاسس ان هو حاجة واو. وطبعا اليو اس بي سي مش موجودة، فده ممكن يفرق معاك لو بتعمل ترانسفير الفوتج من الايفون لللابتوب. فانت لو طبعا برو كونتنت كريتور وعايز تنزل حاجات بقى على جودة بقى وتعمل كولر جريدنج دي لوج ام ويو اس بي سي ترانسفير والحاجات دي كلها وبرو رو وبرو ريس، يبقى طبعا الايفون 15 برو او ال 16 برو. لكن الايفون 13 برو يعني مش هيزعلك، هيطلع نتائج حلوه جدا. والمازال لحد دلوقتي بصور صور حلوه وفيديوهات حلوه، وان شاء الله على القناه يعني هنعمل مقارنه بين ال 15 برو و 16 برو و 13 برو والاوسمو بوكيت. فهو التليفون ده ما فيهوش عيوب كتير بالنسبه لي. حاسس ان هو تقيل شويه، يعني من ساعه ما اشتريته لحد دلوقتي حاسس ان وزنه تقيل لو هتمسكه فترات طويله مثلا تمنتج. وتاني حاجه او تاني عيب يمكن جه مع الوقت، ان لاحظت ان في تراب او زي دست دخل جوه ما بين اللينس والسنسور. فطبعا مفيش ضمان دلوقتي ولا اي حاجه، وهتلاقوا نقطتين كده في الصوره، دول اللي بيبقوا داست بارتيكلز، يعني نقطتين تراب كده دخلوا في الكاميرا، ولازم اغير الكاميرا لو فعلا عايز اتخلص من المشكله دي. لكن بصراحة هو تليفون كامل متكامل، وانا مش بقول كده عشان انا مثلا ابل فان بوي بقى وبعشق ابل، لكن انا عن نفسي شايف ان الايفون يكسب عن الاندرويد، وده رأيي الشخصي، يعني كل واحد حر. وانت لو شخص مثلا بتستخدم جهاز اندرويد قديم شوية وحابب تنقل الايفون 13 برو جهاز هيقعد معاك فترة طويلة، ممكن على الاقل 3 سنين كمان. ف 13 برو حلو جدا، وانتظروا فيديوهات مقارنة بين ال 13 برو وال 15 برو وال 16 برو ان شاء الله. هنعمل فيديوهات تكنولوجيا مختلفة عن التليفونات، عن أجهزة كتيرة جدا. بس أتمنى الفيديو ده يكون عجبكم كده، دردشنا شوية عن ال 13 برو وقد ايه هو جامد بقى وأحسن جهاز في العالم. وبس أشوفكم في فيديو جاي. سلام.